كنت تعرف إن زي النهاردة 10 مارس حصل فيه أحداث قلبت موازين القوى في العالم؟ من صدام المصريين مع الإنجليز لحد اللحظة اللي العرب بدأوا يتحكموا في أغلى سلعة في الكوكب. تعال أقولك إيه اللي حصل. في 10 مارس سنة 1919 بدأت المظاهرات تكتسح كل شوارع مصر والأقاليم في تصعيد مرعب لثورة 19. واليوم ده شهد أول مواجهات دموية لما الإنجليز بدأوا يضربوا الرصاص الحي على المصريين في الشوارع. وفي 10 مارس سنة 1834 فرنسا اضطرت توقع معاهدة دي ميشيل مع الأمير عبد القادر الجزائري، واللحظة دي كانت اعتراف رسمي بقوة المقاومة الجزائرية اللي دوخت فرنسا سنين طويلة. وفي 10 مارس سنة 1911 كانت البداية الحقيقية لواحد من أكبر القلاع الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط، لما بدأت التحركات لتأسيس نادي الزمالك اللي بدأ باسم نادي قصر النيل وبقى مدرسة الفن والهندسة. وفي 10 مارس سنة 1519 رحل العبقري ليوناردو دافنشي اللي سابق عصره بآلاف السنين، واللي غير شكل الفن والعلوم في النهضة الأوروبية كلها، وساب وراه أسرار لسه بنحاول نفهمها لحد النهاردة. وفي 10 مارس سنة 1960 بدأت الاجتماعات السرية والتحالفات التاريخية اللي أدت لتأسيس منظمة أوبك، اللحظة اللي الدول المنتجة للبترول قررت تكسر سيطرة الغرب وتتحكم في الذهب الأسود وتغير اقتصاد العالم كله. تفتكروا مين من الأحداث دي أثر في حياتنا أكتر النهاردة؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، واعمل فولو عشان زي بكرة. سلام.